اغلب الليدز اللي في السي ار ام لا رفضوك ولا جاهزين يتعاقدوا دلوقتي. دول اللي بنسميهم مش دلوقتي. في الفيديوهات اللي فاتت سمعنا العملاء وعملنا باتل كارد وطلعنا منهم اعتراضاتهم وفجوة الفهم. دلوقتي بقى هنركب كل ده في نيرشرنج فلو من 5 رسائل بس، يمشي مع الليد خطوة خطوة بدل ما تبعت كل مرة كلام عشوائي. أول رسالة تشكر إنه تواصل وتقول له ببساطة أنت كنت قايل لنا إن أكبر مشكلة عندكم دلوقتي هي المشكلة دي، صح؟ عشان يحس إن الرسالة معمولة ليه هو. تاني رسالة إنك تبعت له فيديو قصير أو صفحة واحدة تشرح له إحنا بنشتغل مع الشركات اللي زيك إزاي من أول يوم لحد أول نتيجة، وترد على سؤال أنتوا هتعملوا إيه بالظبط. تالت رسالة تحكي له على شركة شبهه كانت مترددة من التكاليف أو خايفة التجربة تفشل وبعدين اشتغلت معاك وإيه اللي اتغير عندهم في الأرقام أو النتائج. رابع رسالة تبعت تستمونيال قصير أو لوجوهات ل2 أو 3 شركات اشتغلت معاهم عشان تجاوب على السؤال ده احنا نقدر نعتمد عليكم. خامس رسالة بقى بدل ما تقول له انت جاهز نتعاقد، خليها كده تعالى نعمل مكالمة ربع ساعة نبص فيها على الوضع الحالي بتاعكم ونقول لك بواقعية تقدر تستفيد قد ايه من الشغل معانا. كده بقى عندك فلو من 5 لمسات: مشكلة، فهم، قصة حقيقية، ثقة، وفي الاخر خطوة جاية. بعد الفيديو ده اختار نوع عميل واحد من الباتل كارد واكتب له 5 رسائل على نفس الترتيب، حتى لو كل رسالة 2-3 بس. ولو حابب اعرض لك في فيديو تاني مثال مكتوب لأول نرشر فلو كامل تقدر تنقله على طول، اكتب لي في الكومنت كلمة فلو.